السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. يا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن صيدلية في البيت بتاعك هتساعدك ان الفراخ بتاعتك تبيض ذهب وتودع الأمراض بقى اللي ممكن تصيب الطيور بتاعتك وتعطلهم عن إنتاجية البيض. احنا عارفين انه الأعشاب أحيانا بتعمل تأثير علاجي ووقائي قوي يفوق استخدام الأدوية، والجو بتاع اليومين دول محتاج لبعض هذه الأعشاب اللي تساعد في زيادة إنتاجية البيض عن طريق مقاومة الأمراض المنتشرة اليومين دول. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول. يلا بينا ندخل في التفاصيل بتاعتنا. الجو اليومين دول طبعا متقلب، في شوطة بتيجي والناس بتشتكي منها، مش منتشرة زي الفترة اللي فاتت لكن لسه موجودة. الفراخ بتاعتك فجأة بتبطل تبيض، صرفت بقى اللي وراك واللي قدامك على الأدوية والنتيجة صفر. أنا جايب لك الخلاصة، خلاصة الإنتاج اللي تقدر تشبهه بالذهب، الذهب الأصفر اللي لو دخل عشتك الفيروسات هتهرب والبيض هيمطر. تمام. عشبة من أهم الأعشاب اللي استخدامها كأنه دواء، كأنك بتستخدم دواء. بس ركز معايا عشان أثناء الفيديو هقولك على التركاية كده في طريقة التقديم اللي لو عملتها هتبقى طريقة التقديم كويسة، ولو ما عملتهاش هيبقى ده غلط كبير جدا منك وكأنك ما عملتش حاجة. فكمل معايا الفيديو لحد النهاية لأنه كله معلومات مهمة. ليه تحديدا احنا جايين نتكلم عن العشبة دي وبنصفها بالوحش؟ لأنه بعد خبرة سنين وتجارب اكتشفنا إن العشبة دي فيها فوائد وميزات مش موجودة في أغلى الأدوية البيطرية. يعني مثلا بتعمل على تنشيط العنقود، لأن العشبة دي بتزود تدفق الدم لعنقود البيض، وده معناه إنتاج بيض منتظم كل يوم. إنتاج بيض منتظم كل يوم، مفيش حاجة تعطله، مفيش حاجة تأخره، مفيش حاجة تضر بجودته أو تأذي جودته بأي حال من الأحوال. تمام. ده غير بقى ان برضو يعني العشبة دي فيها قاتل للفيروسات، اقوى مضاد حيوي طبيعي للبرد والنهجان والخروشة اللي بتيجي للفراخ كده والاصوات الغريبة اللي بنسمعها في صدر الطائر. ده غير بقى ان هو طارد للسموم، بيطهر معدة الفرخة، بيخليها تزحف في الاكل وتتحول لماكينة انتاج. كل ده في الزنجبيل. لك أن تتخيل كل الفوائد دي موجودة في عشبة واحدة بس: تنشيط عنقود وقتل فيروسات وطرد سموم. بس السر دايما مش بيبقى في الحاجة ولكن في طريقة استخدامها. دايما كده لما تيجي الدكتور يقولك استخدم البرشامة الفلانية، يقولك قبل الأكل بساعة، بعد الأكل بنص ساعة، قبل الأكل بربع ساعة، قبل الأكل على طول، أو مع الأكل. ليه الدكتور بيكتب كده؟ الدكتور بيكتب كده علشان خاطر أقصى فايدة ممكنة تتاخد من الدواء. كذلك انت وانت بتقدم الحاجة للطائر لازم تقدمها بحيث ان الطائر يستفيد منها أقصى فايدة ممكنة وما يكونش فيه أي تأثيرات سلبية. وصلنا بقى للتركاية بتاعت الخبرة. أفضل طريقة تقديم: لو الزنجبيل مطحون هتعمل ايه؟ هتحط معلقة صغيرة على كل كيلو علف وتقلبها كويس جدا. الجرعة دي 3 مرات في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع. معلقة، تمام، معلقة صغيرة على كل كيلو علف، لكن لازم ترشرشها كده تبدرها على كيلو العلف وهو موجود في صحن واسع جدا زي صينية كده. تمام. علشان يتوزع على على العلف كله ويختلط بالعلف كله، وبعد كده هتقلب تقليب كويس فيختلط بكل حبات العلف.
الجرعة دي زي ما قلنا 3 مرات في الأسبوع. طيب لو الزنجبيل فريش، وده أفضل، بس ازاي تستخدمه؟ هتبشر قطعة صغيرة وتغليها في لتر مية وتسيبها لما تبرد تماما. التركاية المهمة، اوعى تحطه وهو سخن للطائر خالص، لازم المية بتاعته تبرد تماما علشان الزيوت الطيارة والفوائد لا تتطاير، وعلشان ما تضيعش عليك. هتحط 10 سنتي من المغلي بتاعه على كل لتر مية في السقاية، وشوف فراخك هتعمل ايه وهتديلك ايه. وكذلك طبعا في فوائد غير متوقعة للزنجبيل، لازم تكون حاططها في الحسبان. هتساعدك بشكل كبير ان انت ايه، تحافظ على القطيع بتاعك. فوائد غير متوقعة للهضم وللنشاط. عارف ليه؟ ليه فراخك احيانا بطلت تبيض؟ بيبقى عندها خمول اصلا، او دهون على المبايض، فانت بتحرق الدهون بالزنجبيل. الزنجبيل ده من اقوى الاشياء الطبيعية لحرق الدهون، بيخلي المبايض بتاعت الفرخة نظيفة جاهزة للإنتاج. الدهون اللي على الكبد بتتحرق تمام. كمان بيخلي الفرخة فايقة ومنتعشة، ولو في رطوبة في العشة مأثرة عليها، الزنجبيل بيدفي جسمها من جوه وبيمنع عنها الكسل تماما. بيمنع عنها الكسل تماما. كل ده حضرتك لما تفكر فيه وتلاحظه وتاخد بالك منه، تلاقي نفسك مستفيد في الحر وفي الشتاء من الزنجبيل. لانه حتى في الصيف دلوقتي تمام، ينفع تستخدمه عادي جدا، لانه على كل فوائده دي وتنشيط العنقود والكلام ده كله، هو مش بيرفع درجة حرارة جسم الطائر بالشكل اللي يعمل مشاكل يعني. تمام. مش بيرفع درجة الحرارة بالشكل اللي يأذي الطائر، لا. دي حاجة كده يعني ايه، بسيطة خالص، وتقدر تقول دفع، حاجة كده دفع. بس طبعا بنستخدمه في الأوقات بتاعة الصبح بدري على العلف، أو في المية مع الصبح بدري مع الأكل، علشان الجو بيبقى مناسب أكتر ليه. لكن هو حتى لو قدمته في النهار مش هيكون سبب أبدا في إجهاد الطائر حراريا، أو إتعاب الطائر من ناحية ارتفاع درجات الحرارة وكل الكلام ده. يعني بخلاف الشطة طبعا هو مختلف تماما. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول. أشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.